وبركاته. اليوم عندنا شرح على برنامج فلاورز. برنامج فلاورز يمتاز بعدة أشياء. اللي تمتاز به عدة أشياء، مثلا تعرف بيه يا تابعك، تعرف بيه اللي ما تابعك، تعرف اللي تابعته وما تابعك، تعرف اللي ما تابعته وتابعك. يعني بمميزات هواية اللي هو اسمه فلاورز. نقدر نبحث عنه بالمتجر بلاي ونحصله، اللي هو شوف مثلا تابعنا احنا جد تابعنا هسه تابعنا 523 متابع مثلا تابعناهم اللي سوينا لهم فلوينج. اللي تابعونا مثلا 1712، يعني تطلع لنا قد تابعونا وش قد تابعنا احنا، ويعني منو طلعك منو تابع منو اللي انطانا انفلويد يعني لغى متابعته، يعني كلش يطلع عندنا. هذا البرنامج زين، يعني مثلا تقدر كل فترة وفترة تحدث تشوف يعني يا اضافاك يا ما ضافاك، يا هو اللي سواك فلوينج، يا هو اللي سويت له فولو، يا هو اللي سوالك. وبرنامج مفيد حتى تشوف منو سوالك، كل اللي سوالك يطلع عندك. انا بالنسبه لي كلش عجباني وجاي استخدمه. اللي تابعني اشوفه، اللي ما يتابعني هم اشوفه. فيعني انصح الجميع انهم اللي عندهم انستغرام يحملون هذا البرنامج فلاورز، لانه يفيد يساعد على مزايد المتابعين، ويساعد على اللي متابعك تقدر تلغيه، واللي تابعك تقدر تتابعه انت، حتى تكون يعني متابعيك شوية متوازنين، يعني كعدد نفق تقريبا مقارب الى العدد اللي متابعهم والعدد اللي متابعيك. هسه البرنامج عندنا جاي يحدث، هسه وصل 61 جاي يحدث عن شنو نشوف يا هو اللي ضافانا واللي ما ضافانا. ننتظر. هسه هي اللي متابعون 48 واللي تابعونا 168 متابع. الكل ما تابعونا هذولي اللي هم هذولي اللي متابعونا هسه ذول متابعونا. مثلا ها تابعته ومتابعاني، تقدر تسوي انفلو تسوي له وتخلص منه. شفت سوينا انفلو وتخلصنا منه لان متابعانا. هذا الثاني هذا عمر لوف جاي همس تابعنا ومتابعانا، فالما يتابعنا نقدر نشيله. اللي تابعونا هسه 178 متابع نيو توهم اللي يتابعونا. واحد انا متابعه، هذا اللي هو هذا متابعه. هسه هذول كلهم ما متابعهم هم اللي يتابعوني. المهم هو هذا البرنامج هذا يساعدكم انك تتابع هذا تتابع حسابك وتشوف منو اللي متابعك ومنو متابعك ومنو اللي غير متابعته. هسه مثلا هذولي متابعيني، هذول هم اللي تابعوا متابعيني. اكثرتهم انا ما مسوي لهم فولو. المهم هذا متابعهم انا، ما متابع العفو متابعيني هذولي الالف
و683. هسه شوف المتابعهم اني، هذا اللي هو هذولي خالد. المهم هذول اللي متابعهم اني بدون قراءة الاسماء. فراح اني اسوي لهم انفلو، لان ما اريد احد اتابعه الا عراقيين بس، لان دول نصهم اجانب تابعتهم للاسف، وخليجيين انا ما احبها، ما احب اتابع الا العراقيين. المهم هو شرحنا مال اليوم، ان شاء الله يعجبكم. لا تنسون اللايك والسبسكرايب، وشكرا.